الجراد ده كائن عنده القدرة إنه يتحول من فرد بسيط لسرب بيضم مئات الملايين، بيهجم على المحاصيل ويمسحها بالكامل في ساعات. في الحلقة دي هنعرف إزاي الجراد بيتحول من فرد لسرب، وإزاي قدر يسبب أكبر أزمة زراعية في العصر الحديث، وليه العلماء شايفينه من أخطر الكائنات على كوكب الأرض. وعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. بس في الأول ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتسيبوا لنا تعليق تقولوا لنا ايه رأيكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه. انا اسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. الجراد في الاساس بيكون من عيلة كبيرة اسمها الجنادب، بس من بين الاف الانواع من الجنادب في اقل من 20 نوع بس منهم هما اللي بيتصنفوا كجراد. الفرق بين الجراد وبين باقي الجنادب ان الجراد عنده قدرة غريبة ومرعبة انه يغير سلوكه وشكله على حسب الظروف اللي حواليه. الجرادة بتكون حشرة فردية بتعيش لوحدها، مش بتشكل اي خطر، لكن لما الجو يتغير وخصوصا بعد فترات مطر كتير الجراد بيبدأ يتحول. مش بس شكله اللي بيتغير، لا ده كمان بيبقى اجتماعي وجعان طول الوقت، وده أول مفتاح الكوارث. أخطر نوع من أنواع الجراد على كوكبنا هو الجراد الصحراوي، وده بينتشر في غرب أفريقيا لحد شرق آسيا والشرق الأوسط. طبعا السرب الواحد ممكن يبقى فيه مئات الملايين من الجراد، وفي حالات بتعدي الرقم ده للمليار. تخيل مليار جرادة طايرة مع بعض، وكل واحدة منهم بتاكل كل يوم كمية كبيرة جدا من الأكل. والسرب ده بيتحرك بسرعة مرعبة، ولما يخلصوا أكل في مكان معين بيروحوا على مكان غيره من غير ما يقفوا خالص. في سنة 2018 حصلت أعاصير قوية ضربت منطقة اسمها الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية. دي واحدة من أكتر الأماكن جفاف وعزلة في العالم. بس بعد الأعاصير دي نزلت أمطار كتير وبدأت تتكون بحيرات صغيرة، وتحولت الصحراء دي لمكان أخضر بقى جنة للجراد. الرملة بقت رطبة، ودي أنسب بيئة علشان الجراد يبيض فيها. وبعد أسابيع قليلة البيض فقس وخرجت منه ملايين الجراد الصغير، ومع وجود نباتات كتير بدأت تتكاثر بأعداد مرعبة. بعد شهور قليلة المكان بقى مش قادر يوفر أكل للعدد الكبير من الجراد ده، فالجراد بدأ يتحرك. أسراب ضخمة بدأت تخرج وتهاجر، بتعدي حدود دول وتاكل أي حاجة خضرا في طريقها. التحول ده مش مجرد تصرف عشوائي، دي حاجة بتحصل جوه الجرادة نفسها. لونها بيتغير، جسمها بيتغير، وسلوكها بيتغير من فردي لجماعي لعدواني، ودي مرحلة علمية اسمها الطور الجماعي. وما بين سنة 2019 و2022 العالم كله كان مشغول بجائحة كورونا، لكن في نفس الوقت كان في كارثة تانية بتحصل. الجراد غزا أكتر من 20 دولة في شرق أفريقيا، الخليج، باكستان والهند. محاصيل كاملة اتدمرت. الأمم المتحدة وصفت الوضع إن هو أكبر غزو للجراد في ربع القرن. الخسائر اتقدرت بمئات الملايين من الدولارات، وناس كتير وخصوصا الفلاحين اتأثروا جامد جدا. المحاصيل راحت والدخل راح، والجوع والفقر بدأ يهددهم بشكل مباشر. الجراد السرب الواحد ممكن يقطع أكتر من 150 كيلو في اليوم، وكل جرادة منهم بتاكل تقريبا قد وزنها في اليوم الواحد من النباتات. يعني لو في مليون جرادة فاحنا بنتكلم عن مليون وجبة في اليوم، كلها من الحقول والمزارع. وفي بعض الحالات لما الأكل يخلص الجراد ما بيترددش، ممكن ياكلوا بعضهم. هي فعليا حشرة ماشية بالجوع وبتاكل كل اللي يقابلها، سواء زرع، ورق، أو حتى ياكلوا بعضهم. مواجهة الجراد مش سهلة، محتاجة سرعة كبيرة جدا في الرد، فبتلجأ الحكومات هنا لاستخدام المبيدات. في منها اللي بيكون آمن على البيئة، وفي منها المبيدات الكيميائية اللي تبقى ضارة جدا بالنسبة للبيئة وبتقضي على كائنات تانية مهمة زي النحل. بس في حلول بره الصندوق. في كينيا الناس بدأت تطلع بحلول غير تقليدية. في مزارعين قرروا يجمعوا الجراد ويحولوه لعلف غني بالبروتين أو حتى سماد عضوي. الفكرة كانت ذكية. أولا وفرت مصدر دخل بديل للناس اللي اتأذوا، وتاني حاجة ساعدت على تقليل عدد الجراد بشكل طبيعي. لكن بالرغم من كده الأزمة فضلت مستمرة، وكان واضح إن الجراد مش سهل يوقفوا الغزو بتاعه. التغيرات المناخية بتخلي المشكلة أعقد. ارتفاع حرارة المحيطات بيخلي الأعاصير تزيد، وده بيجيب أمطار كتير في أماكن ما كانتش بتمطر قبل كده. النتيجة أماكن جديدة بقت بيئة مناسبة لتكاثر الجراد. وبما إن الجو كده بقى مناسب لفترة أطول في السنة للجراد، الجراد بقى ينتج أجيال أكتر من أي وقت قبل كده. وفي الآخر الجراد ما كانش مجرد كائن بيهدد الأكل، ده كان بيهدد الحياة نفسها، رمز للخطر اللي ما بيعرفش الرحمة. الجراد
مش مجرد أسراب بتطير وتعدي. الجراد علم الإنسان إن مش كل كارثة لازم تكون صاروخ أو زلزال أو سيول. أحيانا كارثة بحجم كف الإيد ممكن تدمر مزارع، تجوع بلاد، وتفكرنا إن ممكن تيجي الكارثة من أصغر كائن صغير أنت ممكن تشوفه. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، وتسيبوا لنا تعليق تقولوا لنا إيه رأيكم في المحتوى اللي إحنا بنقدمه، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.